اللي قدام حضراتكم ده رز مدسوس معمر باللحمة. اللحمة جبتيها، المية مغلية على البوتاجاز، حطي فيها جزر وورق لورا وعود قرفة وبصل وقرن فلفل. دول هتاخد فيهم وشوية فلفل أسمر، هتاخد فيهم غلوتين، وبعد كده هنشيلها واديها صدمة، وأحط بصلاية وأربع فصوص توم وشوية فلفل أسمر، وإن كانت لحمة كبيرة حط معلقة سكر، وهسيبها تغلي وتزودها بميه سخنه. انا عايزه اللحمه تكون متسويه تسويه كامله. معايا الرز غسلته، حطيت له الملح بتاعه، انا معايا الصينيه. وبعد كده هاخد نص كميه الرز احطهم في الصينيه او في البرام اللي هعمل فيه، وهحط اللحمه اللي استوت وحمرتها بحته سمنه بلدي، وحطيت عليها شويه فلفل اسمر. واللحمه قبل ما تستوي ب10 دقايق احط لها شويه الملح، عشان الملح بيغيب في التسويه، بيغيب اللحمة في التسوية، فبتقوم تشد في الأكل، يعني متبقاش حلوة في الأكل، فبحط لها الملح في آخر 10 دقايق، شوية فلفل أسمر عليها وأحطها، وأحط كمية الرز اللي باقية. معايا اللبن، هجيبه واحط عليه معلقتين سمنة او معلقة سمنة زي ما انت بتحب، واضربهم في الخلاط. السمنة واللبن لما تضربهم في الخلاط، السمنة بتبقى عاملة زي القشطة، بتبقى خدت من طعم اللبن وبتبقى زي القشطة، وبتخلي صينية الرز مورقة، وشها مورق واحمر وحلو. هيكون في الوقت ده انت مولعه الفرن، وبعد كده هتشيلي الصينيه تحطها فيه، اول ما يغلي توطي عليه، ولما تنشف خالص تقومي موطيه عليها خالص ومغطيه علشان الوش ما ينشفش، وتسيبها تستوي براحتها على الهادي. الرز استوى، اللحمه كانت مستويه تسويه كامله، خدت من طعم اللبن اللي في الرز، والرز خد من طعم اللحمه، كان طعمه لذيذ زي ما حضراتكم شايفين الصينيه المورقه الجميله دي. ده كان غدا النهارده، واشوفكم في فيديو جديد.